عايزك عندك ناس بتفكر ازاي توقع النادي الاهلي، وكلنا عارفينهم واحد واحد. كلنا دلوقتي مستنيين القصه بتاعت الاتحاد الافريقي. هل الاتحاد الافريقي هيزود عدد الانديه اللي هتبقى موجوده في دوري ابطال افريقيا والنادي الاهلي يلعب السنه الجايه دوري ابطال افريقيا؟ وهل إن انا عن نفسي حتى لو الاهلي كان ليه يد في الموضوع ده وقدر يعمل حاجه زي دي، شابوه للنادي الاهلي وارفع القبعه للنادي الاهلي. الراجل بيدور على مصالحه يا باشا. انا ما عنديش ازمه، انا بدور على مصالحي. اللي اقدر اعمله اللي اقدر اعمله في الاتحادات الفاسده دي اعملها. انت النهارده بنشوف كاس بيتاخد من منتخب يروح لمنتخب تاني، وبنشوف كميه فساد. احنا اصلا الموضوع بالنسبه لنا مش مفهوم. فانت النهارده لو تقدر تعمل اي حاجه من الاتحادات الفاسده دي، لا يا باشا، توكل على الله واعملها. توكل على الله واعملها. فالنادي الاهلي ليه حق مشروع ان هو يدور على حقوقه. النادي الاهلي لو كان ليه يد في الموضوع ده فنرفع له القبعه ونقول له شابوه. مش هيمشي على نغمه الجماعه اللي بيقول لك بيعملوا كل حاجه. يا باشا يعملوا لي كل حاجه، انا قوي، انا قوي، والقوي ما بيخافش من حد. انا اعمل اللي انا عايزه طالما قادر ان انا اكسر اي لائحه يا باشا. ما عنديش ازمه وما عنديش مشكله. وهي يعني تقريبا كده الكوره ماشيه في العالم كله بالطريقه دي، البقاء للاقوى. فالنادي الاهلي بيمر بفتره نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان احنا نعدي الفتره دي بمكاسب. يعني الناس بس تخف شويه، الجماهير تخف شويه على مجلس الاداره، تخف شويه على الكابتن محمود الخطيب، علشان والله العظيم الراجل يعني بعد حتى شويه عن ملف الكوره. دلوقتي اللي مسؤول عن ملف الكوره الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن ياسين منصور، وعندك محمد سراج مدير التعاقدات. حاجه محترمه جدا، حاجه يعني ايه، تخلص صفقات كده في الخفاء من غير ما حد يسمع له صوت. الراجل شغال بدون ازمه، الراجل بيعمل اللي عليه. شايفين طفره في اداره التعاقدات في النادي الاهلي، وهو ده اللي احنا كنا بننادي بيه وكنا بنتكلم عليه وبنقول ان وقت الكابتن عادل القيعي لما كان موجود كنا نصبح ننام ونصحى نلاقي في صفقه في النادي الاهلي بدون ما انت تسمع اي حاجه عن الصفقه، بدون ما انت تسمع لها حتى كواليس يعني. فلا، النادي الاهلي محتاج ان هو يقفل الشبابيك والبيبان شويه على نفسه. محتاج النهارده ان انت تقفل على اسرارك شويه. محتاج ان انت تقفل على الاعلام والصحفيين اللي هم موجودين بيغطوا النادي الاهلي صبح وليل وظهر وعصر وكل وقت. لا، محتاج ان انت يبقى يرجع النادي الاهلي اللي ما بيطلعش اسراره غير لما الحاجه تخلص قدامنا. هنروح في صفقه، هنخلص الصفقه وبعد كده نقول احنا خلصناها ازاي. ولكن لما نلاقي اخبار النادي الاهلي في الاعلام دايما، يبقى انت عندك مشكله.